واد يا طبيعي ولا نجي عود الجرجير اللي جنب بتاع ديت التومه، عشان التوم تبقى راسه كبير. فهمت ولا ما فهمت؟ بننجع هو التوم. ماشي يا اخويا. ونقول لك ايه؟ اللي مش عارف امك عامله لنا عشاء ايه؟ اجي بسيوني. تعالى يا ابو فياض. زي الحال يا غالي. والله الحمد لله. خليك عندك عامل ايه؟ انت زرع ايه دي؟ بنجو ولا ايه؟ لا والله شويه جرجير على شويه توم يا راجل. انت باين عليك فاضي. ليه بس؟ وانت ما هو الفاضي زرعة الفاضي دي. لا شويه جرجير. الجرجير دي حاجه حلوه قوي مفيد قوي. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. عشان انت حبيبي، وانت عارف انا من عزك قد ايه، وعارف ان انت عندك خير يامي وبيوت والدنيا مرتاحه عندك. الحمد لله. ربنا يخليك يا ابو فياض. ابن خالتي في ليبيا هناك عنده اكتر من 3000 جمل. جمال باللي هي بتحلب في اليوم حوالي 50 كيلو 60 كيلو، عشان ما نكدبش انت عارف انا ما بنحبش الكيلو. اللهم صل على النبي. تنزل خرطة الجبنة بخرطيتها كده. اللهم صل على النبي. الله يزيده ابن خالتك والله. فابن خالتي دخل في البورصة قصر وجمال قال لي عجيني ليبي عندي 174 جمل عم بيح. والله يا حجي بسوني وانا ودك بالمشروع دي، واول ما كلمني عشان انت عارف انا معايا الباسبور الليبي. ايوه بقالي سنين بنسافر ليبيا ونيجي من ليبيا وعارف الدنيا ماشيه ازاي. اول ما كلمني طب في دماغي على طول الحاج بسيوني يا راجل، محبه من عند ربنا كده. والله يا ابو فياض يعني كلامك كويس، ولكن انا منين نجيب لك منين انت بقى دي شطارتك، انت هتلف على اهل البلد وتعرض عليهم الامر. ده الجمل هيوقف عليك ب 6000 جنيه، جمل ثمنه اساسا فوق ال 70000. اللهم صل على النبي. لان الجمال ده تهريب، انا هنروح نهربها من على الحدود. طب نقول لك ايه؟ احنا هنقول لاهل العزبه الجمل ب10 وناخد الباقي لينا. والله انت زي ما تقول، المهم ان انت تسلمني 360000 نسافر بيهم ونجيب بيهم الجمال. خلاص يا ابو فياض. والباقي خده ليك. خلاص ماشي. لان انا والله يا حاج بسيوني ما بنقبل الحرام على نفسي. من يوم عمري ما قبلت جيني على نفسي. ربنا يكرمك يا ابو فياض. عارف ان شاء الله خير. طب تعالى نلف على اهل العزبه كده. يلا بينا. بقول لك ايه يا فزاع؟ ايه يا عظيم؟ تخلص بقى، خلينا نخلص. البتاع ده مش مظبوط خالص. ده مليان قشره يا عظيم. يا ابني ان كان مليان قشره للدرجه دي في مرهم للقشر. والله عندك حق يا عظيم، بس والله المرهم بتاع القشره دي يا عوضين يطلع القشره اللي في المركب. انا راسي كانت مليانه قشره وجبت لها انبوبه ظبطتي. ليه لو كنا نجيبوه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا حاج بسيوني؟ عامل ايه يا فزاع؟ والله تمام. كلكم تاخد ايه؟ سمك يعني مننا يا اخويا. معلش بطل بس البتاع دي، عشان عندي موضوع الفخوله كده. خور صلي على النبي عليه السلام. دلوقتي ابو فياض ابن خالته في ليبي. ابن خالته في ليبي؟ بعيد الشر. وعندهم جمال يامي بصفوها. ايوه. اللهم صل على النبي. بصفوها يعني ايه؟ عايز يصفي يحلبوها يعني؟ لا هيصفي المشروع بتاعه. يبيعوها يعني؟ والجمل هنا زي ما انت عارف ب 30 و40 الف جنيه. ده ما عادش تلاقيه ب 30 ولا ب 40. الجمل هناك ب 10000 جنيه بس. يا نهار طويل. ايوه. وهو مسافر، ده كان جاي معايا، ولكن ابن خالته رن عليه وقال له تجيني النهارده ضروري. ماشي. فانا جيت نقول لكم بنلم له فلوس وندوا له حسب ما انت عايز 10 جمال، عايز 5 جمال يا حاج بسيوني، ونروحوا له وندوا له الفلوس. ازاي من هناك لين؟ هو هيجيبهم تهريب من ليبي. قول كده خلاهم رخاص بقى يا عظيم. طب ماشي يا حاج بسيوني. يعني الواحد لو يعوز له مثلا 6 7 8 جمال كده يعمل لهم قد ايه؟ الجمل في 10 ب 80,000. طب بقول لك في جمال براسين وفي جمل بصلمين وفي جمل انا اللي انا عايز منها براسين. وفي منهم مضرتين. وبقول بيحلبوا لبن يامي. دي بقى لما نجيب لي 10 ولا 10 جمال ولا حاجه 100,000 بدايه بس وكل واحده تحلب لها 20 30 كيلو، وعلى الطريق ده انا نبقى اغنى واحد في العزبه يا ابو بسيوني. ايه؟ انا عايز 10 جمال وانا عايز 10. القصه مش في الكلام. وانت تجيب 10 ليه احلى مني؟ انا عايز 20 يا بسيوني. انا 10 مش انا 20. خلاص. عمر ما حد زي بتحب فتحه الصدر طول عمرك. انا هنجيب لي
10 برضه. نقول لكم ايه؟ وانا لازم نبقى انا مميز. طب صلي على النبي. هنفضل الصلاه روح هات فلوس وانت هات فلوس وتعالوا انا نروح رايح لما اجيب يسافر. فلوس. يلا انا هنستناكم في الطريق قدام. طب انا ممكن ندي الفيزا وهو يسحب منها اللي هو عايزه. لا انا عايز فلوس كاش عشان ناخدها معاه. ما فيش مشكله ماشي. يلا يا اخوي تعالوا هات طبيعي عشان جهزها. وداع يا بلد، وداع يا شعب. انا مسافر ليبيا عشان نجيب الخير معاي. انا يا ابو ايه فياض. يا حاج بسيون؟ كويس يا جماعه انك يا حاج فزاع، عم ندعوا لي يا رجال. الله لك وحشنا ابو والله بكر. انتوا كمان. ونقول لك ايه؟ ما تسكت بقى يا عوض. ايه خلينا نتكلم في المهم. ونقول لك ايه؟ دي حق اني عايز 10 جمال، وده عايز 10 وده هو عايز 20، وانا بملك من شويه من عزبي، يعني معاك حوالي 250,000 جنيه. طب خلي الفلوس يا حاج بسيون. ربنا يخليك يا والله أبو العظيم نجيب لكم الجمال من غير حاجه. لا والنبي ما تحصل. يا راجل خد عارفين اللي بالك عندك قال لك إيه؟ ده عايز 10 وده عايز 10 وانا عايز ما 20. بتحب تشيل الفلوس دي كده عشان الذنوب. معلش انت امين برضه وتستاهل كل خير. ان شاء الله ال20 بتوعك عليهم جمالين هديه انصر من دين اخوي دبي. اخويا ابن خالتي هناك اسمه دبي. طب انا تعود ال10 وانت لك جمل ازعر هديه فوق ال10. واللي جاب الله. وانت لك ال5 جمال يا حاج بسيون اللي وعدتك عليهم. ماشي يعني انت ليك 5 على 10 5. حلوين. وان شاء الله اول ما نسافر ليبيا هنجيب لكم شاي ليبي بقول وهنظبط. لك على حاجه، ان احتجت اي فلوس وقفت على اي فلوس ترن عليا نحول لك في وانا بنعمل كل سيبوا ده. بقى يا جماعه عشان بنعمل نوصل. كل ده عشان مين؟ اللي عشان خاطركم. تسلم. يلا سلام عليكم يا السلام يا بلد. ابو فياض. سلام عليكم. مع السلامه يا ابو فياض. هذا وحشنا مع السلامه يا ابو فياض. روح يا ابني ما ضيع لك تعب. يلا ربنا ما يا يضيع جماعة. لك تعب يا رب. يلا بينا. روح يا رب تيجي بسرعه. ماشي. السلامة يا شوية مغفلين. علي الطلاق لنحلبكم واحد واحد. انتوا مفكرين ابو فياض هيطلع كده بسهولة؟ ده دي لسه البشرة. ده انتوا بلد معفني. ايه ده طبيعي. ابو فياض عمال ينزل جمال وينزل حاجات من دي وقال لي عرين عليكم ما رنش. انا ماسك التليفون من الصبح لما عيني هتنجاله. انا خايف ننفضح مع اهل البلد. اللهم نعرف تلاقيه مشغول مع الجماعة. ربنا يستر. هذا طبيعي والله الواحد ما عارف يعمل ايه. بسوني تعالوا يا جماعه. يا جماعه ده احنا بقينا والله ما احنا عارفين نقولوا ايه. ليه يا جماعه؟ خبر يا حاج بسيوني. ما عادش سمعنا اخبار يعني عن ابو فياض. ابو فياض راح كده وما عادش فيه اخبار عنه. هو ضحك علينا ولا ايه؟ ابو فياض عمره ما يضحك علينا. ابو فياض امين وكويس. لا برن عليك اهو. اهو برين. ما شفت عرفت. ايوه يا حاج بسيوني. انا دلوقتي عديت عندي في طرابلس. ايوه في طرابلس. يا حاج بسيوني والله انا ما نمت الليل. انا هنا عمال نجيب في الجمال وبنخزنها على الحدود، بنحول جمل بجمل. الجمال زعرة كلها زعرة. ابعت لي الفلوس وانا قاعد على الحدود هنا هنشحن لك ونبعت لك هناك. قل لهم بقول لكم ابو فياض ما تقلقوش وحطوا ببطنكم بطيخه صيفي. نبي اللي قاعد في ليبيا راح يضربوننا. بقول لكم ابو فياض حضروا له 137,000 عشان جايب لكم جمل برقبتين. خلاص يا حاج بسيون وانا على رواقك برضك هنديك 10 بواكي تسكسك بيه بنفسك كده. سمحتوا والله زين العادل الكلام يعني الكلام موزون يا حاج بسيون. كلامه 100 لو الراجل في حاجه ما كانش راني. يا حلاوه. ده برين تاني. عرفت. بس استنوا. سمحتوا انه بيقول في طرابلس وجاب كل حاجه ولو عايزين واللي بسطنا منه انه جاب لي جمل ازهر من غير ما نقول له يا اخي. طب لما نشوفه اهو برين تاني. الو. السلام عليكم. تليفون ابو فياض ممسوك على الحدود. ابو فياض ممسوك على الحدود بالجمال الزعره.
نابيدي ولاد خالته من زمان. نابيدي ولاد خالته من زمان، من 3 سنين وعدوا. نابيدي ولاد خالته من زمان، وهو نابيدي وصاني قال لي الحج بسيوني لو انقفشت في اي لحظه رن عليه هو يحول لك فلوس. ماشي محول لك فلوس. عايز كام؟ هو ابو فياض جاب لكم كمان حوالي 50 ناقه صغيرين لسه بيرضعن. ولسه بيرضعن في البسبوس. هم الجمال هذا، هم هذول الجمال بيرضعوا في البسبوس، جمال عتاقنا. ماشي ليش نبعت الفلوس؟ طيب ابو فياض ممسوك على الحدود، مسكين العساكر مقلعين بنطلونه عمال يجلدوا فيه وعمال يصوت. والله هو نصيبنا، انا ولاد خالته بقالي 3 سنين ما شفتوش. هم سلموني التليفون هذا، قالوا لي التليفون هذا لقيناه، فلقيت صورته عامل زي صورة القرد على الشاشة، عرفت انه ولاد خالتي. خلاص هنحول لك الفلوس بس طلعها وتجيب الشباب. تحول لي 74,250 جنيه و750 قرش عشان خاطر المواصلات. ماشي ماشي، وان شاء الله ربنا يسهل الامور ويطلع ان شاء الله في الفجر، وجايب لكم شوية جمال اللي بيرضعوا من البسبوس، حاجة زينة خالص. اهم حاجه يكونوا بيرضعوا بالبسبوس. علي الطلاق جمال بتطر حليب طر. لان ابو فياض قال لي الجماعة هذاك في النجع بتاعنا ما بيرضعوش بقالهم اكثر من 10 سنين. طب كويس خلاص علمني منهم فلوس ثانيه ونبعت لك. لم الفلوس وبقول لك حط في بطنك بطيخة صيفي. ربنا يستر. ماشي يا ابو فياض. انا مش ابو فياض يا راي، كانك مقلع نا ولاد خالته. معلش يا ابويا ولاد خالته معلش. ماشي بالسلامة يا غالي، بالسلامة. يا حاج بسوني قال لك ايه؟ يا واقع مربربه يا انت جماعه. مالك اتحولت ليه بعد المكالمه دي؟ ابو فياض اتمسك على الحدود. يا نهار طيني واللي ماسك اسود النهارده. والحدود والجمال راحت فين؟ ان شاء الله يمسكوه ما يطلقوه. ما نسمعوا لما نقول لكم الحدود اللي دي بقول لك مقلعينه بنطلونه وبيشلطوه إيه؟ ضرب لما دوخوه. ايوه، والحمد لله ربنا بيحبنا وقرشينا حلال. ازاي قرشين حلال لما مسكوه؟ ابو فياض الله يرحمه قبل ما يتمسك كان شاري 50 ناقه، 50 ناقه صغيره لسه بترضع، بترضع من البسبوس. واللي احنا طالبينه ايوه، بس عايز حاجه. ايه؟ عايز 74,250 جنيه و750 قرش تحولوا له عشان يطلع بكره الفجر ويجي بالشمال بحالها هي. طب قولوا له ازاي هو محبوس يا حلبسيون؟ ما هو ابن خالته، ما هم اتعرفوا على ابن خالته هناك، وابن خالته هو اللي طب كويس. طب احنا 3 اهو. ها طب انت تدفع قال كام؟ 74,000. تدفع ال 74,000 و250 جنيه. وعوضان يدفع ال 250 وانا ندفع ال 750 قرش. وانا موافق. ما موافق ازاي؟ بقول لكم ايه، مش والله موافق اهو. عليا الطلاق اللي ما يدفع وندفعه زينا زي بعض، ما واحد له حاجه. بقول لك ايه يا حاج بسيون، احنا على اللي هو عايز حاج بسيون يلا بينا. ابو فياض ده مكان ده منني وراي العاش وسطنا 30 سنه. عليا الطلاق لو ابويا ما ندفع له، بس انا ندفع عشان نحيي فلوسي ليه، وعشان خاطر انه جاب لي جمل اصغر من غير ما نقول له انا مشيع لك 100,000 دلوقتي. يا سلام 100,000. 100,000 يا سلام. طب انت الشايع 50,000 وخلوه يجيب لنا كمان جمال. ويطلع واللي على الله. طب يلا نروح نحولهم له وبعدين نبقى نجمعه تاني. الحمد لله اللي حولنا له الفلوس. ايوه بقى اخرتها ايه؟ اصل احنا مشينا في مشروع لازم نكملوه. والله ربنا يستر، بس بقول جايب جمال حلوه خالص. ايوه يا عم. وبينه وبينك الجمال اللي بترضع من البسبوس ديت عجباني قوي. اهو دي شويه رد على شويه كزبه شويه شيشه كده، الجمل اللي بيرضع لسه من البسبوس دي هيروح لك زي البطاي. بس يا رجاله انا عندي شرط من دلوقتي. إيه؟ انا هنسرح بجمالي لوحدي، ما حدش هيسرح معايا. معلش اسرح. اما انا جمالي هنخليها تسافر من مصر للسعوديه، تسافر بالحجاج. ده انا هديت الدار وهنعمل ضرب زريبي. تصدق فكره؟ والله تصدق ان انا عايز ندق قيمه 100 ملبت كده عشان نربط فيهم الجمال. ايوه يا عم انا يبقى عندي. انا عندي مكان. حبسوني هو ابو فياض
ابن خالته هو اللي بيرن من تليفونه. على ابن خالته. ايوه صحيح. السلام. ايوه يا حاج بسيوني. لا انا ابو فياض. اسكت يا حاج بسيوني، ضربوني ومرمطوني، قلعوني بنطلوني وجلدوني بالزخمه وقالوا لي انت بتسرق الجمال من ليبيا عاوز توديهم مصر. وانت كنت بتسرق، انت مش بتشتري. لا يا حاج بسيوني انا كنت بنسرق. اخصى عليك يا ابو فياض. طب بالنسبه لقلعوك البنطلون انت بتشحت مني. بنطلون خدوه يا حاج بسيوني، بس عليا الطلاق ما انا معديها له. انا دلوقتي سرقت الغنم بتاعت ليبيا كلها وزانيكم في حوش وهناك وانا لابس ملثم عامل زي الحرامي كده. انا حرامي اصلا يا حاج بسيوني. ها انا لابس وش على وش ملثم. قول لهم ابو فياض جايب الغنم وحطوا في بطنكم بطيخه صيفي، والله لن نخرب ليبيا. والله لن نخرب ليبيا كلها. انا جايب لك معيز ب6 بزاز. البعزه بتحلب من ورا ومن قدام ومن كل حته بتطر حليب. يا حلاوه يا حلاوه. والمعيز دي ما بتع... وانا سرقت كل المعيز والمعيز دي ما بتعشرش. امال بتولد ازاي؟ بتلقط من القمر الصناعي. يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه. انا هنقفل معاك بقى عشان لسه رايح نسرق شويه من مغرب. خلاص ماشي. عدي على البيضه وطمن البلد كله وقول لهم ابو فياض راجع بتقله. ماشي خلاص. ماشي يا حاج بسيوني، مع السلامه. 60,000. الله يخرب بيتك. انا ببقى فاتح ولادي لحد الوقت. ما لا نجيب لك المال. انا جايب لك غنم ثمنها هيطلع 9 مليون. خلاص يا ابو فياض ماشي. ماشي يا حاج بسيوني. ماشي يا ابو فياض. سلام. والله لنشكعك كمان خازوق يا بسيوني لما يطلع من راسك من ورا. او سمحتوا بقى يا جماعه ونقول لكم ايه؟ ابو فياض غير المشروع خالص. ازاي؟ بقول لك لما الجمال اتاخدت منه جاب لنا غنم، بس سرق لنا غنم ب9 مليون واحنا نقسم جنيه. غنم يا حاج بسيوني؟ ما الغنم مال الدنيا هنا. جاب لنا غنم ب9 مليون جنيه وعايز بس حوالي 120,000. هو الغنم بتاعه هنغر هنا؟ لا، بلا 120,000 بلا 170,000. انا كده والله ما عاد معايا فلوس ولا ما عادش دافع جنيه. وانا والله الفرد بدا يلعب في عبي يا حاج بسيوني. يعني ايه؟ انا ما عادش دافع حاجه. ورن لي عليه خليه يجيب لي فلوسي. ما عادش ولا عاد شمال ولا بقال. طب خلاص انا مش ناقصني غنم. كفايه ال100,000 اللي انا دفعته. انتوا خسرانين. هنرن عليه. رن عليه يقول عايزين فلوس. وانا قرف يا راي كل شويه فلوس. الو ايوه. يا ابو فياض. اللي معايا. يا ابو فياض اتكلم عدل مش بالانجليزي. اللي معايا بسيوني اضطر. معاك الحاج بسيوني. نقول لك ايه؟ قول يا حاج بسيوني. ابو فياض معاه. ما انا عارف ان انت ابو فياض. نقول لك ايه؟ فزاع وعوضين مش عايزين يدفعوا فلوس تاني، وبقولوا احنا مش عايزين غنم، احنا عايزين جمال. يا تجيب لهم فلوسهم. مش ناقصنا غنام احنا. عاوزين جمال يعني نجيب لهم فلوسهم. طب افتح السماعه كده يا حاج بسيوني. ما انا فاتح السماعه. اسمع بقى يا عوضين انت وفزاع. بقيت اخرة الشريك. قول لهم. انا هنقول لهم اهو يا حاج بسيوني. انا متفق انا والحاج بسيوني ان انا ننصب عليكم الفلوس. بقى انا صبايا بقى. وتاني. والحاج بسيوني واخد 300,000 مقابل الكلام دي. على الطلاق ما حصل. اللهم صل على النبي. قول. ايوه يا فؤاد كمي. وانا انتوا عارفين اللي عند ابو فياض. طبعا ده انت راجل عشره. محترم. حاج بسيوني هو اللي مسدد لكل حاجه. طب وانت جاي امتى بفياض؟ طب رسينا على الحوار. عملت ثروه هنا في ليبيا وبقيت اكبر تاجر جمال. الفلوس الحلال برضه بتنفع. هيا البنية منك فلوس. انت جاي امتى يا ابو فياض؟
ولا هنجري المغفلين اللي زيكم تاني ليه؟ اقلع بس ما انت من حقك صحيح. بس انا هنوعدكم وعد يا رجال عشان انتوا برضه وعدي بلد. ايوه وصلتلك ايوه كده. انا ان شاء الله قدامي 10 سنين ونرجع نسيب. خد يا ضلالي. ولما ترجع تدينا حاجه. وانكتبوا في وشي ان كان عطتكم جري يا مغفلين. انا الطلاق صدق. اقفل بقى. اقفل بقى. علي الطلاق ما عملت حاجه ولا اتفقت معاه. يا خالد الطلاق انا بقى ما لا واخد بحق دار. رحمة لعيال ما عملت حاجه. نقول لك ايه؟ اصبروا بس الواد يبقى هو انت شايفنا عيال؟ ليه؟ احنا مربوطين على طويل. انت مش شايف شنبي؟ ليه شايف شنبك انت راجل؟ معناه انا راجل. ممباي. يجي انت بقى حاج بسيوني واحد اهبل زيك. انت والواد اللي ابو اسمه فياض ده تضحكوا علينا احنا. اوعى انا بدل ما ننزلك على دقيقة واحدة ما تضربونيش قدامي يا طبيب. عم ببعت روح. روح لهم وقول لها جهز لي بنطلونين عشان احتمال نعمل حمام في البنطلون دي. لا تطلع تعمل. استنى بص انت مش انت الواحد اللي حصل. ايوه ونولني. امسكوا قدامي العدل. انت بتاع خير. ليه؟ والله قدامي. ليه؟ خلاص خلاص قدامي. ابعتوا على الطمية عوضين. هتعمل ايه؟ الضربة القاضية في الحتة الفاضية. يا خرب بيتك بتديها هنا ليه؟ كنا لسه عايزين نسلوا. قوموا تاني قوموا هيقوم. مش فيها مكان. بقول لك استنى. انت لسه هتسجل تضربني فين؟ مفيش. انا عايز راس.